مين بقى اللي بوظ الدنيا؟ حكم. الاتحاد الافريقي اختار حكم ملوش علاقه بالتحكيم. حكم الليبي، مع طبعا ملوش علاقه بالشعب الليبي، لا بتكلم على التحكيم. الحكم معتز ابراهيم اللي قدام حضراتكم ده، الراجل ده امبارح هو الذي اضاع فوز كبير للنادي الاهلي. على الاقل على الاقل كده، على الاقل عندك ضربه جزاء، على الاقل مش هقول اتنين، هقول واحده، وطرد. طرد صريح. لاعب الوداد اخر واحد في نص ملعب الاهلي، العشرة كلهم في نص ملعب الاهلي. بيرسي تاو بعديه في نص ملعب الاهلي، يعني كان انفراد صريح كان يخلص الماتش ده ثلاثة، كانت تبقى 3-0. الكرة اللي قدامكم دي، الكرة اللي قدامكم دي السبب مين فيها؟ معتز ابراهيم. في اي دولة، في اي كورة في العالم، درجة 5، درجة 7، درجة 17، دوري محترفين غير محترفين، كرة شراب، كرة قدم، اي شيء، اي حكم لو ما حدش يعرف تحكيم قال لي بيه قاعدة تحكيم، الكرة دي طرد. طرد مش انذار، لانه ده اخر واحد، وادي بيرسي تاو اهو الكرة رايحه له، سجل الثالث كان خلص الماتش، خلاص خلصت البطولة. ولكن الحكم لأنه قرر أنه يدي قرار بعيد عن الرياضة وبعيد عن العدالة، حكم معتز، فإدى إنذار ولم يأتي أو يسمح. لو بقول لكم حكم جاي من أي مكان، ولكن للأسف قرار ظالم، قرار أضاع فوز كبير للنادي الأهلي امبارح. كان هيبقى 3 وخلاص، كان ممكن يبقى 4، لأن الوداد خلاص كان أنت 3-0 في القاهرة، لأنه ده كان هيبقى الجون الثالث. وبالتالي هذا الحكم لم يكن لا عادل ولا حكم له علاقة بالتحكيم في كرة القدم. ضربة جزاء واضحة للنادي الأهلي. وبالمناسبة كمان حتى حكام الفار ما كانوش أيضا عندهم عدالة أمس. وكان بالمناسبة يعني في توجه ضد النادي الأهلي واضح. ولكن تاني، الأهلي امبارح فاز 2-1. الأهلي رايح يلعب يوم الأحد الجاي إن شاء الله في ملعب أو مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بإذن الله تعالى. أنت رايح فايز، مش رايح مغلوب ولا عندك تعادل، لا. فالأهلي عنده يقدر يسجل. تاني بقول لكم، الأهلي لديه المقدرة أنه يسجل ويتعادل وقد يفوز أيضا ويحقق هذه البطولة. البطولة دي احنا أحق من الوداد. ليه بقول كده؟ لأنه الأهلي في أحسن حالاته. امبارح المباراة امبارح كانت أفضل مباراة لعبها الأهلي ربما في الفترة الماضية بالكامل، ويمكن من أحسن ماتشات في نهائي دوري الأبطال. ماتش امبارح الأهلي كان عنده استحواذ امبارح أكتر من 70%. أنت مستحوذ على الماتش بتاعك امبارح. عندنا نجم جديد ومولد حارس منتخب مصر، مصطفى أحمد شوبير. مصطفى شوبير امبارح كان نجم المباراة، هو حسين الشحات. امبارح الاثنين كانوا نجمين المباراة امبارح، الشحات ومصطفى شوبير. مصطفى ده شال الماتش. بالمناسبة كان سبب رئيسي في الفوز 2-1. يعني كان ممكن الوداد امبارح يتعادل، وكان ممكن الوداد امبارح يفوز. لكن هذا البطل اللي هو هيكون حارس ان شاء الله هيعدي احمد شوبير. يعني مصطفى باللي عمله امبارح يعود مصطفى احمد شوبير لحراسه مرمى النادي الاهلي ولمنتخب مصر. امبارح انا شخصيا يعني مع تقديرنا للشناوي يرجع بالسلامه عشان هيلعب الماتش الجاي، لا ما حسيناش بفرق. وده مش عيب، لا ده هو ده النادي الاهلي. اي حد موجود في الملعب يمثل النادي الاهلي، فبيلعب باسم النادي الاهلي وتاريخ النادي الاهلي. فتحيه للكابتن مصطفى شوبير والكابتن حسين الشحات. امبارح كان رائع. كان امبارح حسين ممكن يعني قدامه كان يسجل هدف امبارح على الاقل. جاله ضربه جزاء ولكن الحكم ظلم حسين الشحات انه ما ادالوش ضربه جزاء. هروح لعلي معلول. علي معلول قد يكون هدف الوداد منه، ايوه صحيح، ولكن بلاش قسوه على علي معلول. بلاش قسوه على علي معلول. علي معلول تاني بقول قدم للنادي الاهلي، وافتكروا كلامي النهارده باذن الله
علي معلول سيكون باذن الله مفتاح الفوز بالبطوله دي يوم الاحد الجاي. علي معلول، علي معلول لما بيغلط، وافتكر حصلت قبل كده، بيغلط في ماتش بيجي الماتش اللي بعده بيكسر الدنيا. هو ده علي معلول، وده عهدنا بعلي معلول. فلازم ندعم علي معلول، مش نقسو على علي معلول، بلاش قسوه على اللعيبه. اللعيبه عندهم ماتش قوي جدا والنهائي يوم الاحد. فاللي مطلوب النهارده ندعم كل لاعبي النادي الاهلي. خلاص انسوا ماتش امبارح، ركزوا في ماتش الحد اللي جاي. ده اللي المطلوب على جمهور النادي الاهلي تاني، لان انتوا اللي عملتوه امبارح مباراه تليق باسم اكبر نادي في افريقيا، نادي القرن. 10 بطولات، وان شاء الله ال11 بتاعتنا يوم 11. ان شاء الله ال11 يوم 11 باذن الله هتكون بتاعتنا. وزي ادي الشحات اهو، وادى بيرسي تاو اللي جاي من بعيد سجل الهدف الاولاني. وكهربا امبارح بسم الله، على فكره كهربا مسجل 6 اهداف لحد النهارده، هو الهداف كهربا. وبالتالي ان شاء الله كهربا الماتش الجاي كمان يسجل ويبقى هو الهداف، وكمان يستحق التكريم، كلهم يستحقوا التكريم. شكرا لكل نجوم النادي الاهلي. ولكن نخلي بالنا من بملاك الحكم الاثيوبي. الحكم الاثيوبي تسيميا هيحكم الماتش يوم الاحد اللي جاي. وانا هنا طلبي من النادي الاهلي، ده حكم دايما صفارته ضد النادي الاهلي. تاني، صفارته ضد النادي الاهلي. اي ماتش بيحكمه ما تنتظرش منه اي حاجه كويسه. ما يعرفش حاجه اسمها عداله. الراجل ده انا تابعته في ماتشات كتير، خاصه اللي بيبقى الاهلي، ودايما يختاروه لماتشات الاهلي الحاسمه، تبقى حاجه عجيبه قوي. اشمعنى؟ مفيش غيره في افريقيا يعني؟ ما عندك حكام كويسين قوي قوي. ولكن تاني، لو احنا لنا شكوى الاهلي يقدمها ضد حكم الليبي، وكمان الاهلي لازم يشتغل، قلت امبارح بعد الماتش على طول يشتغل، لانه الحكم ده لا يصلح ابدا اداره نهائي في المغرب اللي قدامكم. لا، ده الحكم الليبي. هتقول الحكم الاثيوبي تيسيما ده لا يصلح ابدا لان يدير هذه المباراه المهمه جدا، لانه اختياره اختيار الحكم ده. الحكم الاثيوبي حكم من الحكام اللي ليس لهم علاقه ايضا بالعداله لما يكون في نادي مصري. ما بالك بالنادي الاهلي؟ عملها قبل كده. تاني بقول عملها قبل كده، ولازم يتعرف ولازم يتقال بشكل واضح انه هذا الحكم، والجميع يبقى عارف انه حكم ملهوش علاقه بالتحكيم، وليس له علاقه ايضا بانه يعني وزي ما بقول كده دي مباراته الاخيره، يعني بعدها هيعتزل. يعني ممكن يعمل كل حاجه خارج كره القدم وهيعتزل خلاص، يعني هتعملوا له ايه؟ فانت من دلوقتي الاهلي عليه انه يتقدم من الان باحتجاج، باي شيء، بتغيير. انت ما تبقاش رايح وانت عارف ان انت الحكم ده مش معاك. انا عايز حكم عادل بعيدا عن الحكم ده. اي حكم يختاروه غير تيسيما، لانه هذا الحكم ليس له علاقه بالنزاهه. امبارح حد بعت لي فيديو لبعض الناس كانوا طالعين على احدى القنوات امبارح بالليل وقالوا احمد موسى بيتكلم. وانت مالك باحمد موسى؟ انت مركز معايا ليه؟ انت مالك بالاهلي ومالك باحمد موسى؟ مركز معايا ليه؟ مش عايز اديهم قيمه طبعا. وانا بقول مش عايز اديهم قيمه، وانا عمري بتكلم لانه ناس يعني ما احنا يعني مش عايزين نتكلم يعني. فانت مالك بيا ان انا بقول؟ ما انا اقول، انا حر. وانت كمان مش عايزني اقول رايي. يقول لك احمد موسى بيقول على الحكم. بقول على الحكم، وبقوله هفضل اتكلم على الحكم، واتكلم على اي حد بيحكم غلط، واي حد بيعمل حاجه غلط. انت ايه اللي يزعلك؟ هو انت طرف في الماتش؟ انت قاعد تتفرج، يعني دورك تتفرج. لا انت موجود في النهائي ولا موجود في ولا هناك ولا هنا. فانت مالك يا احمد موسى بيقول ايه والنادي الاهلي بيعمل ايه؟ فكل واحد يخلي باله من كلامه يعني. فانا بس بقول لهم بس النهارده الرساله دي سريعه، عشان بقول لحضراتكم النهارده وقتنا يعني محدود، عشان عندنا فقرتين بعد شويه مهمين للغايه هنتكلم عنهم. فتاني النادي الاهلي النهارده عليه مسؤوليه كبيره، لانه تاني انت رايح ماتش نهائي.
بتلعب قدام الوداد على ملعبه ووسط جمهوره مع حكم اثيوبي. اتمنى اداره الاهلي تتحرك لتغيير هذا الحكم، وده حق مشروع. اذا انت متشكك في هذا الحكم، اذا انت الحكم ده عنده تاريخ ماضي سيء، تاريخ هذا الحكم الماضي كله سيء، نادرا لما يبقى عنده حاجه ايجابيه. وعشان كده زي ما بقول لكم لازم الاهلي يقدم ده ويتقدم للاتحاد الافريقي. لا، ما بقاش ان انا النهارده شايف الحكم ده جاي في ظروف صعبه، في حشد جماهيري وشحن، والنادي الاهلي امبارح ما شاء الله، امبارح استاد القاهره جمهور الاهلي ما شاء الله امبارح اكتر من 60,000 امبارح كانوا مالين استاد القاهره زي ما انتم شايفين، اكتر من 60,000 امبارح. اهلي وروح رياضيه، تشجيع، مفيش خروج، الدنيا كانت بسم الله ما شاء الله، دخول خروج زي الفل، كله بيشجع النادي الاهلي. عملنا ده، وتاني بقول هو ده النادي الاهلي وده جمهور النادي الاهلي. اللي حاولوا يشككوا فيه، لا، ده جمهور النادي الاهلي اللي هو جمهور اللي هو زي ما بقول كده يعني يستحق. ونبدا النهارده نشتغل على الجمهور اللي هيروح المغرب، تجهيزات. كان معانا الدكتور سعد شلبي يوم الاربعاء اللي فات وتنسيق، والسفير المغربي كان معايا اول امبارح في مداخله ايضا يوم السبت، اتكلم بشكل واضح على تجهيزاته والترتيبات وبيرتب الكلام ده. ففي تعاون كبير ما بين البلدين، واحنا علاقتنا متميزه جدا 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 مع اشقائنا في المغرب. احنا بنتكلم رياضه، نتكلم رياضه. من حق جمهور المغرب يشجع الوداد، وانا من حق كجمهور مصر واهلي طبعا بشجع النادي الاهلي، ولكن جمهور مصر كمان. وبعد شويه يمكن اوريكم تقرير حتى في جمهور تاني من نادي الزمالك بيشجعوا كان الاهلي امبارح، بيتكلموا معانا ولا كان بتفرج وبشجع الاهلي ونفس الاهلي يفوز بالبطوله. في تاني بقول في روح رياضيه، يعني في روح رياضيه يا جماعه، بلاش نعمل مساله التعصب والحاجات دي. ما الروح الرياضيه في الاخر هي بطوله تحسب لمصر. نادي الاهلي من مصر، ما هو بيمثل مصر النهارده. لو كان الزمالك هنشجع الزمالك، والزمالك لما اخذ بطوله كبيره، بطوله قبل ما انا عملت له حفله هنا نادي الزمالك، عملتها، بس الناس بتنسى، الناس بتنسى، او بعض الناس بينسوا. بعض الناس لما خد الدوري مرتين احتفلت بالنادي الزمالك واغاني نادي الزمالك، وايه المشكله يعني؟ مش فريق خد بطوله؟ مش هو ده؟ لكن للاسف بلاقي بعض اصوات كده خارجه عن يعني ملهاش علاقه زي ما بقول كده باللي نتمناه واللي احنا عايزينه يحصل. عايزين ده، عايزين ملاعب تبقى كده، عايزين الجمهور يعود، الجمهور يعود مره اخرى بجمهور. خلاص عايزين الجمهور يرجع. امبارح كان يعني صوره مشرفه وصوره حضاريه للغايه. حاول بعض الناس طبعا لا، صوره بتكلم على 60,000 واحد امبارح، لو في 5 6 7 حصل منه اي مشكله، دي بتتكلم على يعني 2 3 حاجه محدوده يعني، وارد. لكن الجمهور في الاخر عندك الصوره ايه اللي رايحه العالم كله 80 دوله امبارح. الصوره اللي قدامك دي جمهور ملا الاستاد في منتهى الانضباط، منتهى الروح الرياضيه، زي ما دخل زي ما خرج، ناس دخول من الاستاد، خروج الاستاد في منتهى النظام، شركه تذكرتي اداء على اعلى مستوى، ترتيبات هيئه استاد القاهره على اعلى مستوى، كل التجهيزات. وبالتالي النهارده بنتكلم على صوره حضاريه قدمها النادي الاهلي، وكان نموذج في منتهى القوه.